السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقتنا النهاردة هي حلقة مش عادية، هي حلقة مختلفة شوية بدون مونتاج. طالعين نتكلم كلام من القلب يدخل للقلب على طول. طيب احنا موضوعنا النهاردة هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم عن مشاكلنا في اللغة وازاي نبدأ نتعلم اللغة. اول سؤال دايما بنسأله للشخص اللي بيتعلم او اللي هو مقدم على تعلم اللغة الانجليزية، بنقول له ايه هي مشكلتك في اللغة؟ فبيقول لنا كده مشكلة الطلاقة. يعني هو ساب النطق وساب الجرامر وساب الفوكاب ودخل على طول على الطلاقه. طب الطلاقه دي تمام، هي مش لها خطوات عشان اوصل ليها، ولا هي انا باخد الطلاقه دي درس بدرسه وبعد كده بوصل للطلاقه دي؟ تعال نتكلم بقى على الحاجات اللي هي لازم تعملها علشان توصل للطلاقه. اول حاجه ان انت لازم تظبط نطقك. يعني انا ما ينفعش اكون طليق تمام ونطقي مش كويس. يعني في مثل بالعربي بيقول لك كده: تكلم حتى اراك. يعني اتكلم علشان اشوفك، علشان اعرف احدد شخصيتك. تمام. فنفس الكلام في الانجليش، انت اول لما بتتكلم كلمه انجليزيه تلاقي الناس تبدا تبص لك، تمام، يشوفوا نطقك، هل نطقك صح ولا غلط. طب لو انت نطقت صح الناس هتسقف لك اكيد وهتعجب بالنطق بتاعك. انت غلطت تمام، الناس هتبدا تعمل عليك سبوت، يعني هياخدوا عنك مثلا فكره مش كويسه. واهم حاجه الفيرست امبريشن. يبقى انا اول نقطه لازم اشتغل على نفسي فيها هي النطق. لازم اظبط النطق بتاعي كله تمام، من البيسك للادفانس. يعني انا اوصل للادفانسد اكسنت. هي الاكسنت دي مهمه؟ والله في ناس بتقول لك مهمه وفي ناس بتقول لك مش مهمه. مهمه ليه؟ مهمه للمدارس ومهمه للشغل بتاعك والواجهه بتاعتك تمام. لكن في الكلام العادي يقول لك والله الاكسنت دي مش مهمه، بدليل ان الهنود ما عندهمش اكسنت تمام، وبيتعاملوا مع كل الاجانب all over the world من جميع انحاء العالم يعني. طيب يبقى الاكسنت دي هي المظهر بتاعي، هي الكريزه اللي بتتحط على التورته بتاعي انا في الانجليش. يبقى انا اول حاجه واول خطوه لازم اتعلمها هي ان انا انطق صح. يعني انت لازم كده تحط نفسك شهر شهرين 3 لحد ما تظبط النطق بتاعك. طب ليه يا استاذ؟ هقول لك ليه. لان انا لما اظبط نطقي خلاص انا خلصت منه، عمري ما هرجع له تاني ابدا. خلاص يعني انا قفلت الحته دي، خلصت النطق بتاعي، ابدا اشتغل على طب ايه المده كمان؟ يعني سؤال مهم جدا، ايه المده اللي انا محتاجها علشان ابدا اتعلم لغه انجليزيه واوصل للمستوى اللي انا عايزه؟ انت محتاج اقل حاجه 6 شهور يوميا، لان المثل بيقول لك practice makes perfect. يعني بالممارسه هتتحسن. on the other hand، يعني من ناحيه اخرى some people say practice doesn't make perfect. يعني ان الممارسه ما بتخلكش احسن but it can make progress. يعني ايه it can make progress؟ يعني تقدر تصنع معاك الفارق. يعني انت مش هتفضل واقف عند نفس النقطة اللي انت واقف فيها، لا انت هتبدأ تتحرك من النقطة اللي انت فيها. فانت لازم تمارس الانجليش يوميا. يبقى انا خلاص قلت النقطة الاولى اللي احنا هنظبطها ونشتغل عليها هي النطق. محتاج لي كام؟ محتاج لي شهرين بالظبط. ليه؟ لان انت عندك 26 letter، يعني 26 حرف في اللغة. لو كل يوم بتاخد لك حرف كامل تمام، يبقى ده 26 يوم بكل قواعده، السماعي ومش السماعي، ونطقه في اول الكلمه ووسط الكلمه واخر الكلمه، والفاول واللونج فاول والشورت فاول، كل ده تمام. يبقى 26 يوم هخلص فيهم الصوتيات. طب ايه كمان اتعلمه؟ انا محتاج اشتغل على الكونتراكشنز الاختصارات، ومحتاج اشتغل كمان على اللينكن. يعني ادي لنفسك كمان شهر و4 ايام. مش هتعرف في شهر و4 ايام ان انت تظبط النطق بتاعك من خلال الليسننج كتير والشاروين. الشاروين ده اللي انا بسمع الشخص وبحاول اقلده، بجيب التون بتاعه والانتونيشن. خلصت النطق بتاعي، محتاج ادخل بعد علشان اوصل للطلاقه؟ محتاج اتعلم جرامر. ومش هتعلم جرامر اللي هو بتاع المدارس ده، والمضارع البسيط والماضي البسيط والمضارع المستمر والماضي المستمر والكلام ده كله، لا، اركن كل ده على جنب خالص. انت تبدا تتعلم الجرامر من A to Z. يعني ايه من A to Z؟ يعني من الصفر، من البيسك. يعني هتجيب من اول الناون والبروناون. بس انا هقول لك بقى على حاجه تعملها جديده على اللي انت كنت بتتعلمه. يعني مثلا دلوقتي انت هتاخد قاعده زي قاعده مثلا الضمائر المنعكسه، او ضمائر الفاعل، او ضمائر المفعول، ايا كان القاعده اللي انت بتاخدها. بس تعمل بقى؟ تحفظها بالتعبيرات، يعني تدخل فيها طريقه الكلام، الناتشرال لانجوج اللي هم بيتكلموا بيها. يعني say مثلا I'm going through a rough patch.
I'm going through a rough patch. يعني معناها كده انا بمر بفتره ايه؟ بفتره صعبه. I'm going through a rough patch. شوف كم قاعده في الايه؟ في الجمله، وابدا اعمل اناليسيز للايه؟ للجمله. يبقى انت لما تيجي تتعلم الجرامر، تتعلم الجرامر مع مين؟ مع الايديومز، المصطلحات. يعني تدخل كده القاعده بتاعتك معاها مين؟ معاها مصطلحات. وتتعلم كمان القواعد الادفانس، لان احنا عندنا القواعد بتاع المناهج دي ده اشخاص هي اللي حطاها، هي اللي حاطه لك الستبس اللي انت بتمشي عليها. يعني فور اكزامبل مثلا ايه الفرق بين must و have to؟ تمام، must الزام داخلي، have to الزام خارجي. هناك بره او في اللغه ما بيفرقوش، يعني must و have to هي واحد، مفيش فرق بين الاثنين. يعني انا ممكن استخدم must او ممكن استخدم have ايه؟ have to، الاثنين واحد، لان ده درس اسمه necessity. اوكي، ما تلتزمش بالايه؟ بالقواعد بتاع المنهج، الغي المنهج ده. انت ما انتش مدرس منهج، انت مدرس لغه انجليزيه. يعني تعرف تعلم اللغه، وكمان تعرف تمارسها وتستخدمها في حياتك. تمام، لان المدرسين عندنا 4 انواع، وشوف انت هتحب تكون انهي نوع. هل هتحب ان انت تكون مدرس تاسيس يعني بيأسس بس، ولا مدرس بيعرف يشتغل منهج وبس؟ لان في مدرسين تيجي تقول لهم تعالى والنبي درس لي ابني واسسه لي، يقول لك لا والله انا بشتغل منهج بس. طب تعالى معلش ايه اشتغل منهج واسس، لا والله ده انا باسس بس. تمام، فكل واحد حاطط نفسه في زون هو شاطر فيها. في مدرس بيبقى مدرس تاسيس ومدرس منهج، وفي الاثنين مع ايه؟ مع بعض. بيبقى بيعرف ياسس وبيعرف كمان ايه؟ يشرح منهج. طب في بقى الاشطر منهم كلهم اللي هو بيشتغل كمان على الايه؟ على اللغه، يعني بيعرف ياسس وبيعرف يشرح منهج وبيعرف يستخدم الايه؟ اللغه. فانت القواعد عندنا ما تقولش الجرامر هو المضارع والماضي والمستقبل والكلام ده كله، لا، احنا قلنا اتفقنا بقى ان احنا هنبدا نتعلم الجرامر الايه؟ اللغوي، اللي هو بتاع الايه؟ اللغه. لان لو انت بتتفرج على افلام وبتشوف اجانب بيتكلموا انجلش، تمام، هتلاقي ليهم طريقه في الايه؟ في الكلام زي طريقه لغه بلدك بالظبط. فانت تبدا تشتغل على الايه؟ على النقطه دي. يبقى ببدا في الجرامر من البيسك للادفانس. طب انا خلصت الجرامر وظبطته بالايديومز وبقى عندي كميه تعبيرات في الايه؟ في الجرامر. ابدا اشتغل بقى على الفوكابيولاري. عندنا مواضيع. تمام، الفوكاب ده ممكن يكون اسم او فعل او حرف جر او صفه او ظرف او تعجب او تمام. بس اهم حاجه ان انت تبدا تشتغل برضو على المين سبجكتس او المين توبكس. احنا عندنا مواضيع زي الارقام، زي الالوان، زي الحيوانات، زي فتبدا تعمل ايه؟ تبدا تعلم الدروس دي الفوكاب اللي في الموضوع كله. يعني سي مثلا النهارده احنا في البيت، هتعلم كل حاجه في البيت، دي طاوله، ده مش عارف كشاف، ده مش عارف سرير، ده مش عارف باب. بلم كل الفوكاب اللي في الايه؟ في الموضوع، بس بضيف عليه كمان المصطلحات الايديومز. تمام، يعني مثلا انت النهارده بتاخد درس الايه؟ فوكاب الايه؟ الكالرز. لما حد يجي يقول لك كده I feel blue today، يعني I feel blue today يعني انا شاعر بالحزن، مش معناها شاعر ان انا لوني ازرق. تمام، فانت اتعلمت كده الفوكاب بلو يعني ازرق، لكن استخدمته في مصطلح I feel blue. اوكي، طيب انا خلصت الفوكاب وبدات اتعلم الفوكاب بالطريقه اللي انت بتقولها يا استاذ، وبقى عندي برضو كميه تعبيرات. ابدا استخدمها في الحياه اليوميه. لو انت ضعيف حتى في اللغه ومش عارف تكون جملتين على بعض، دخل انجليزي مع عربي في الاول، وبعد كده الانجليش هيجي في الانجليش. وتبدا تعمل ايه؟ لما تيجي تتعلم فوكاب، قول ان انت تستخدمه في في المصطلح، وتربطه كمان معاه بمصطلح. يعني سي مثلا لما اجي اقول لك اللي فات مات، ممكن اقول لك باكتر من تعبير انا حافظه. ممكن اقول كده what's done is done، ممكن اقول let bygones be bygones، ممكن اقول لك is past is past. طب انا عايز اربطه كمان مع مع تعبير زيه. ممكن اقول كده معاه it's no use crying over the spilled milk. When I visited them at their home I was welcomed with open arms. تمام، مثلا your face is familiar for me but I can't place you. Your face is familiar for me. تمام، but I can't place you يعني وجهك بالنسبه لي مألوف، لكن انا مش عارف احدد انا شفتك فين. يبقى انا كده بربط التعبير بالتعبير. لما اجي اقول لك كده don't be fooled by appearances because appearances can be deceiving. Don't be fooled by appearances because appearances can be deceiving. يعني لا تنخدع بالمظاهر، لان المظاهر ممكن ان تكون خداعه. يبقى انا ربطت التعبير ده بالتعبير ده، يبقى انا كونت جمله جمله طويله.
طيب انا دلوقتي خلصت الفوكاب وزي الفل والدنيا تمام معايا، واخش بعد كده في ايه؟ يعني انا خلصت كل ده، ادخل بقى بعد كده في مواضيع الايه؟ المحادثه. ازاي دلوقتي لما انا اجي ادي رايي في حاجه اعرف الطريقه اللي انا بستخدم فيها الايه؟ الراي. النهارده مثلا عايز اعمل اقتراح على حاجه، يبقى انا عارف الطريقه اللي بستخدمها في الاقتراح. لو انا مثلا النهارده عايز امر حد ان هو يعمل لي حاجه، عارف الطريقه بتاع الامر. اجي لما اروح اقعد في مطعم او اروح في اي مكان وعايز اطلب، يبقى انا عارف الطريقه اللي بطلب بيها. وبرضه اتعلم كل ده بالايه؟ بالمصطلحات. يبقى انت خدتها خطوه خطوه. يبقى انت بدات بالنطق، بعد كده الجرامر بالمصطلحات، بعد كده الفوكاب بالمصطلحات، بعد كده مواضيع الايه؟ المحادثه. وكل ده برضو بالايه؟ بالمصطلحات اللي هي بطريقه الكلام بتاعهم. لكن احنا عندنا مشكله كمصريين او اي حد بيتعلم لغه، ان هو بيخلي دماغه تفكر بالعربي. يعني يبدا يحط الجمله جنب ايه؟ جنب بعضها، الكلمه جنب الكلمه، الكلمه جنب الكلمه. تمام؟ فانا لو انا حافظ التعبير كله على بعضه مش هحتاج للنقطه دي. يعني انا حافظ التعبير كله على ايه؟ على بعضه. سي مثلا لما اجي اقول كده لحد انا سعيد بمقابلتك، وده اعلى ليفل مثلا في الايه؟ في قول ان انا بقول لحد سعيد بمقابلتك، ممكن اقول له كده It's always a great trait when our paths cross. مش لسه هفكر، انا خلاص حافظ التعبير، عارف انا امتى هقوله في الموقف. تمام؟ وانت بقى بممارستك الايه؟ الدايمه هي اللي هتنقلك من مكان لمكان تاني. يعني الموضوع كله معتمد عليك. حتى لو انت خدت كورسات، حتى لو انت عملت الانستراكتور عليه 30% وانت عليك 70 في الايه؟ في المية. اقول لك على حاجه كويسه جدا تطور مستواك 180 درجه في وقت قليل جدا. ايه هو؟ ان انت هتجيب فيلم، تمام، اجنبي، اي فيلم مفضل ليك، حلو، وهتعمل ايه؟ هتجيبه من الاول للاخر، وبعد كده تعمل ايه؟ هتقف عند كل جمله بتتقال وتشوف هي بتتقال ازاي. منها هتقوي الليسننج بتاعك، يعني ودنك هتقوى، لان اول حاجه المعلومه بتدخل من ايه؟ من ودنك. بعد كده عينك بتشوف، يعني عينك بتحفظ، وبعد كده بقك بينطق وبيحفظ هو كمان. وكل ده بيتسيف في الايه؟ في الميموري بتاعك اللي هو ايه؟ المخ او الايه؟ او الذاكره. تمام؟ فانا دلوقتي انا هجيب الفيلم اهو من اول حاجه لاخر حاجه، واخلي السبتايتلز مكتوبه قدامي بالانجلش، سيبك من الترجمه الايه؟ العربي. شات جي بي تي دلوقتي حللك كل الايه؟ المشكله. فانا دلوقتي مثلا قابلني تعبير، وليكن مثلا التعبير بيقول ايه؟ You can lead a horse to water but you can make him drink. فانت هتفهم من الموضوع ده ان انت تقدر تقود الحصان للطريق الصح، بس مش هتقدر ان انت تجبره على الشرب. ده معناها بالايه؟ المعنى العام. لكن لو انت عرفت المعنى المجازي، معناها كده ان انت تقدر تقود الشخص للطريق الصح، لكن ما تقدرش تجبره على فعل ايه؟ فعل ده. يبقى انا كده عرفت الايه؟ التعبير او الميتافور او الاكسبريشن او الايديوم، عرفت معناه ايه وحفظته كمان، علشان لما يجي الموقف ده اقدر اقول الايه؟ التعبير مره واحده، مش محتاج ان انا ايه؟ افكر. يبقى من الليسنن والشاروين هقوي كل ايه؟ كل حاجه. وكمان هتعلم على قواعد، يعني هتعلم قواعد كمان جديده، اللي هي القواعد اللي هم بيستخدموها هم. لان احنا قلت لك في نقطة القواعد انت ملتزم في المنهج بقواعد معينة، لكن اللغة مليانة قواعد ايه؟ كتير. تمام؟ يبقى هي دي الطريقة اللي هتطور لك الايه؟ المستوى. وساعتها لما تعمل كل ده هتحس ان انت فعلا وصلت للايه؟ للطلاقة. بس اهم حاجة ان انت تمارس. يعني انا النهاردة ذاكرت 20 فوكاب، 50 فوكاب، يا فرحتي مش فاكر ولا منهم ولا 5. عارف ليه ما بيتنسوا؟ تمام؟ لانك انت ما بتستخدمهاش في جمله، انت بترص الكلام جنب بعضه. لكن لو انا حافظ التعبير كله على بعضه خلاص اتحلت الايه؟ المشكله. يعني مثال مثلا دايما هقول كده، لو حد محتاج مني حاجه يقول لي، لان طلباتك اوامر، فاقول لك كده if you want anything from me just let me know because you know your wish is my command. يعني انا جبت الكلام ده منين؟ هل انا اللي اخترعته؟ لا، انا اتعلمته وشفت الاشخاص اللي ايه؟ في الفيلم بيقولوا الكلام ده، فعشان كده بدأ لساني ايه؟ يقولها هو كمان بطريقتهم ايه؟ هم. صدقني افضل طريقه ان انت تتعلم بيها الانجليش هي الليسنن، وتشتغل على الايديومز، المصطلحات اللي هي بطريقه كلامهم هم. ويبقى كده انا وصلت معاك لنهايه الايه؟ الفيديو. اتمنى تكون استفدت من الفيديو. ما تنسانيش بالدعاء، وان شاء الله استناني في فيديوهات كتير هنتكلم فيها وهنعبر فيها وهنتعلم فيها حاجات كتير. اشوفكم على خير.
See you next time. Goodbye.